كلنا حضرنا مسلسل دير ديفل، كلنا انبهرنا بالشخصية وإنه قد إيه هو شبهنا وبعيد عن مثالية الحياة بتاعت باقي السوبر هيرو. طبعا الكلام دي مش ليك انت. وبعد بحث واستكشافات كتير قدرت أوصل لأول كوميك رسمية من مارفل بتتكلم. الكوميك دي اسمها دير ديفل أومنيورس. أول عدد فيها اسمه The Origin of Daredevil، يعني اصل دير ديفل او بدايته. قصتنا بتبدا في جيم اسمه فوجويل، كان في 4 بيلعبوا كوتشينه. عمنا سام قال لصاحبنا بوركي يلا يا صاحبي عايزين نخلص الجيم ده قبل ما الحاج فيكسر يوصل. بوركي يسكت لا، قام قال له لكن هذا النكره، انت قاعد من اسيوط يلا ولا من فين يا؟ سام قال له انت عبيط يا اسطى، ده احنا خدامين تحت رجليه. وهوبا لقوا حاجه صفرا داخله عليهم. نهارك لذيذ. واحد من الرجاله قال له ايه يا صاحبي هو انت فاكر نفسك ريمستيريو؟ التاني قال له بس خلي بالك بجسمك ده فيكسر هيعمل منك احلى شغل. دير ديفل قام مشخصن الموضوع وقال لهم وانا جاي عشان كده مش هخليه يعمل شغل من اي حد تاني. المعلم قال ده جاي يهزر، خش عليا بوركي وري له الكلام في ايه. بوركي قال له انا يا معلم انا كده كده كنت عايز اسخن. دير ديفل قال له بس كده غالي والطلب رخيص. هوب راح ماسكه من رجليه ورميه على باقي الرجاله ولا اجدعها كوره بولينج. سام اتعصب جامد وقام يتلافى السلاح عشان يخلص عليه. راح دير ديفل رمي عليه العصايه جت في نص دماغه. هوب واحد فط عليه ولا كانه بيعوم والتاني رمى عليه الكرسي ومفيش اي حاجه بتقضي مصلحه. الرجاله قالت ما بدهاش، الكتره بتغلب الشجاعه. خد يا ولد هبقى من الناحيه الثانيه اهو. خد يا ولد. اتشعبط عمنا دير ديفل في الحبال اللي متعلقه ومديهم برجليه في دماغهم رقدهم كلهم. سام بعد ما اتصدع قال له خلاص يا صاحبي استهدى بالله، انت مين وعايز ايه؟ دير ديفل قال لهم انا جاي وناوي على فيكسر، وبخصوص انا مين فانت ممكن تندهني بدير ديفل. وعشان نعرف مين دير ديفل ده فاحنا لازم نرجع لسنه 1950 وقت ما كان في واحد اسمه جاك ملقب بمبروك المقاتل بيتكلم مع ابنه اللي عنده 8 سنين واسمه ماسيو. كالعاده وزي اي طفل ماسيو ما كانش عايز يذاكر، بس والده جاك كان دايما بيقول له يا ابني انا وعدت امك قبل ما تموت وقلت لها ان انا مش هخليك تكبر وتبقى زيي. وكمان قال له انت لما هتكبر هتبقى محامي او دكتور واني مش هخليك تبقى كيس ملاكمه لناس اصغر منك. عدت ايام وسنين ومات كان دايما الاول على فصله، بس عمره ما قدر يشترك في اي نشاط رياضي او حتى يلعب في الشارع مع باقي الشباب اللي في سنه. حتى انهم كانوا بيطلقوا عليه القاب وبيتريقوا عليه. من الالقاب دي كان لقب دير ديفل. طبعا مات ما كانش مبسوط من الحفله اللي كانت معموله عليه، واول ما رجع اوضته رمى كتبه في الارض. من شده عصبيته ضرب كيس الملاكمه بتاع ابوه، ومن ضربه واحده بس طير كيس الملاكمه. وهنا صاحبنا اندهش من قوه قبضته وقال ما اتدرب يا عم كل يوم واعمل فورمه. وعلى الرغم من شده تدريباته الا انه عمره ما نسي هدفه. وفي يوم والده قال له انا عارف يا ابني ان الموضوع صعب عليك بس لما هتكبر هتفهم انا بعمل كده ليه وهتشكرني. بس كان في مشكله عمنا جاك كان مخبيها عنه، انه خلاص كبر في السن وان مفيش فلوس بتجيله من المصارعه. قعد يفكر مع نفسه انه ليه اسابيع مش لاقي مدرب فني يشغله معاه، بس هو ما كانش عايز يخذل ابنه وانه لازم يشتغل في المصارعه لحد ما ابنه اتخرج من الجامعه وان ده دين عليه ولازم يسدده. وفعلا راح يقابل واحد يلاقي له شغل. الشخص ده قال له بص يا معلم انت عجزت والوحيد اللي ممكن ياخد حد راحت عليه زيك هو ذا فيكسر. جاك اتصدم وقال انا اقسمت ان عمري ما هشتغل مع الشخص ده بس للاسف مفيش حل غيره. دخل عليهم فيكسر وقال له من 10 سنين انت طردتني من اوضه اللبس بعد ما كنت جاي لك بعرض، بس اعمل ايه؟ النبي وصى على 7 جار، يلا وقع على العقد. طلع صاحبنا مبسوط ورجع البيت عشان يقول لمات على اخر الاخبار، وهوب ما لقيهوش. وقتها مات كان راجع من المكتبه وفي الطريق كان في واحد اعمى معدي الشارع. مات ندى عليه عشان ما يعديش بسبب العربيات لكن عمو ده ما سمعهوش. صاحبنا بص لقي عربيه جايه بسرعه عليه وهتدوس، جري بسرعه عليه وانقذه فعلا، بس مات ما كانش محظوظ كفايه. وقعت عليه انبوبه مليانه مواد اشعاعيه واتنقل للمستشفى. جاك بعد الحادثه كان حزين جدا على ابنه واتمنى انه يكون مكانه، بس مات قال له ما تزعلش انا فقدت بصري بس على الاقل انا لسه عايش. بعد ما رجعوا البيت عمنا جاك قال لابنه انا عندي ليك خبر حلو، الدكتور قال ان بعد ما انسجت العين تخف في عمليه ممكن تسترجع نظرك. رد عليه مات وقال له هايل، ولحد وقتها انا هكمل مذاكره وهاخد الدبلومه. ومن ساعه الحادثه مات لاحظ حاجه غريبه، انه قادر يعمل كل حاجه بشكل احسن من ما كان بيعملها وهو شايف، وكأن كل حواسه اتطورت تعويضا عن نظره اللي راح. وفي مره ساله صاحبه فوجي عايز ايه يا عمنا؟ عايز ايه يا كريستيانو؟ انا بقيت بذاكر اكتر من دحيحه الدفعه وبرضه انت بتجيب درجات اعلى مني. مات قال له يا صاحبي الفضل كله يرجع لابويا. وبعدين قعد يفكر انه مش هيستغرب لو ان الاشاعات اللي دخلت عينيه دي هي السبب، اصل دي كل حواسه اتحسنت. سمعه بشديد لدرجه انه بيعرف مين موجود معاه في الاوضه من دقه قلبه. عمره ما بينسى اي حاجه شمها لدرجه انه بيعرف البنت من عطرها او الراجل من معطر شعره. حتى صوابعه بقت حساسه جدا وبيعرف السلاح فيه كام طلقه من وزن الخزنه بس. وحاسه التذوق اتطورت لدرجه انه بقى بيعرف فيه كام جرام من الملح في اي اكل. بس اهم قدره منهم انه بقى عنده رادار بيخليه يمشي في اي حته بسلام من غير ما يخبط في اي حاجه.
لدرجه انه كان بيعدي الشارع امن من اي حد شايف. في نفس الوقت جاك اتشهر جدا في المصارعه وكان بيكسب اي حد قدامه. بس بعد ما جاك بيروح بنكتشف ان ماتشاته كلها متخطط لها، وان فيكسر كان بيدفع فلوس للخصم عشان تخسر ويكسب هو فلوس اكتر من المراهنات، وكمان خطط انه يرد الاهانه اللي حصلت له من جاك من 10 سنين. وبعدها بايام وقبل الماتش الجاي لجاك، فوجي راح لمات وقال له الحق ابوك على الفضائيات. وبعدين قال له عم جاك هيلاعب ديفيد الديناميتي في نيويورك، ما يلا بينا نحضر الماتش. مات قال له ما تقلقش انا عامل حسابي وجبت تذكرتين لينا كمان. ويوم الماتش فيكسر قال لعم جاك انا عايزك تخسر في الجوله الاولى. عمنا جاك ما اقتنعش وقال انا ابني بيتفرج عليا ومش هخسر قدامه. وفي وسط التشجيع ومن حيث لا احد يدري عمنا جاك ادى بنيه لابن عائله الديناميتي فرقعه، وهوب جاك فاز. صاحبنا مات راح لعمنا جاك بعد الماتش في اوضه اللبس عشان يهنيه ويقول له انا كنت واثق ان انت هتفوز على فكره. وابوه قال له انا كنت عايزك تبقى فخور بيا. طبعا فيكسر ما اتبسطش من اللي حصل وزق على جاك واحد اسمه سليد يخلص عليه. بعدها بدايه بيروح جاك وهو مبسوط، ولكن سليد بيضرب عليه نار وبيموته. طبعا مات بيسمع بالخبر وبيقعد يعيط، بس صاحبه فوجي بيقول له ما تعملش في نفسك كده يا صاحبي، احنا هنتخرج مع بعض وابويا هيفتح لنا مكتب محاماه وانت هتبقى شريكي. ومات اتخرج وكمان فتحوا مكتب للمحاماه في نيويورك، وفي واحده جت تشتغل عندهم سكرتيره اسمها كارين بيج. اجر مات اوضه قريبه من المكتب وقعد يفكر بالليل انه مش هيهداله بال غير لما ياخد بطار ابوه. المشكله انه كان وعد ابوه ان مات عمره ما هيستخدم عضلاته وانه هيستخدم عقله بس. وهنا فكر ان مش مات اللي هياخد الطار، بالعكس ده واحد مختلف كل اللي هيحتاجه هو شويه هدوم قديمه يخيطها مع بعض. وبعد كام ساعه عمل الزي ده وقرر انه هيسمي نفسه ديرديفل. وبعدين نزل الشارع يدور على فيكسر اللي كان ابوه شغال عنده. مشي ورا حاسه الرادار بتاعته لحد ما وصل الجيم، وبعدها اتنكر ودخل وكلنا عارفين حصل ايه بعد كده. بعدها بشويه دخل المعلم صاحب الجيم لديرديفل بالحته الصفراء بتاعته وقال له انت مين يا عم انت؟ انا الضمير. ديرديفل ساله عن الاتفاق اللي كان بينه وبين جاك. واحد من الرجاله ما عجبوش الكلام قام مطلع السلاح، وهو بيطلع السلاح ديرديفل سمع الجاكيت وهو بيتسحب لورا وان في صباع لمس حاجه حديد، يبقى ده اكيد سلاح. رمى ديرديفل العصايه بتاعته على السلاح ووقعه على الارض. ديرديفل بص لفيكسر وقال له لا مؤاخذه عطلتك. نكمل كلام. فيكسر قال له احنا في بلد فيها قانون، ردنا لي يا ابني على البوليس. ديرديفل ما عجبوش الكلام وقال له من النهارده مفيش حكومه، انا الحكومه، انا الحكومه. بعدها رمى العصايه على سماعه التليفون. ديرديفل بص لفيكسر وقال له بص يا معلم فيكسر، انا بالصلاه على النبي شاكك في ان انت المسؤول عن موت موردوك المقاتل، فيا تعترف وانت سليم يا تعترف وانت معوق، ها اختار. فيكسر قال له يا عم سبونج بوب انت، انا ماليش دعوه بالموضوع ده، غير ان عندي حجه غياب مثاليه. وهنا ديرديفل بيكتشف ان عنده قدره ما كانش يعرف عنها حاجه، وهي انه بيقدر يكتشف الشخص اللي قدامه ده بيكذب او لا من معدل ضربات قلبه. ديرديفل قال له ممكن ما يكونش انت اللي دوست على الزناد، بس انت اللي اديت الامر. وهنا عمنا سليت حس انه في خطر وانه ممكن يتكشف، فقرر يزق ديرديفل من الشباك ويخلص عليه. ديرديفل كان مركز على فيكسر عشان يعرف اذا كان مذنب ولا لا، وفي غفوه منه بينجح سليت في انه بيرميه من الشباك. لو حد طبيعي اتزق من الشباك حواسه هتتشل من الخوف، بس مات عشان مش بيخاف، ركز بسرعه وعرف ان في عصايه علم تحته، اتارجح عليها بسرعه وهوب وصل لفوق تاني. وفي نفس الوقت فوجي كان بيخبط على باب شقه مات واستغرب ان محدش بيرد عليه. وبعدين راح المكتب وهو قلقان على مات من انه يمشي لوحده في شوارع نيويورك الزحمه. اول ما دخل لقي كارين هناك وسالته مات فين، فقال لها توقعت انه هيكون هنا بس واضح انه ما جاش برضه. كارين قلقت اكتر وقعدت تقول هو ليه كل الناس الحلوه بتلاقيهم معوقين، انا نفسي كارين دلوقتي تشوف المعوق بيعمل ايه. اول ما ديرديفل رجع الاوضه تاني طرد كل الموجودين وقال انا مش عايز غير سليد وفيكسر بس في الاوضه. وبعدين ديرديفل قال انا كده فهمت، سليد اللي ضرب النار بس انت فيكسر اللي اديته الامر. قالوا له وانت هتثبت ده ازاي وانت مش معاك دليل؟ ديرديفل قال لهم انا كنت عامل حسابي وكنت حاطط اداه تسجيل في جيبي وسجلت كل حاجه. فيكسر شد السجاده اللي كانت تحت ديرديفل وجريوا يهربوا وسط الناس، وعشان ديرديفل ما يتفضحش قلع الزي ومشي وراهم وكانه مات موردوك. كان بيتعقبهم من ريحه سجاير فيكسر ومشي وراهم لحد ما وصلوا مترو الانفاق، وقبل ما يدخلوا مات جري ودخل قبلهم عشان يلحق يغير. اول ما شافوه كل واحد جري في ناحيه عشان يشتتوه. ديرديفل ركز على سليد ومن صوت خطواته عرف ان مفيش حد ما بينهم ورمى عليه العصايه ووقعه. فيكسر افتكر انه كده خلاص هيهرب، بس وقتها ديرديفل حس بسله زباله جنبه ودحرجه عشان يوصل له اسرع، ومن الخوف والجري الكتير فيكسر جات له ازمه قلبيه. وقتها ظهر 2 شرطه من اللي بيحرسوا المترو. ديرديفل قال لهم تعالوا ورايا يا رجاله انا جايب لكم شويه شغل زي الفل. كان في قطر معدي ركبوا عشان يوصل في اسرع وقت لسليد. ما كانش في حل غير انه يخدع سليد ويخليه يعترف لان فيكسر مات خلاص. فقال له فيكسر قال لنا على كل حاجه، هو بريء، انت اللي قتلت موردوك. سليد قال له هو فاكر نفسه هيخلع، هو مذنب زيه زي انا قتلت موردوك بس هو اللي اداني الامر. ديرديفل بص للشرطه وقال لهم ها سمعتوا كويس يا رجاله؟ فقالوا له زي الفل يا باشا. وبعدين سالوه انت مين؟ فقال لهم انا ديرديفل. بعدها رجع مات للمكتب ولقي فوجي مستنيه. قال له انت كنت فين يا صاحبي؟ قلقتني عليك. قال له كنت بتمشى وكان نفسي اجي بسرعه بس انت عارف يا صاحبي الايد قصيره والعين مش بصيره.
كارين دخلت في النص وقالت له ان في واحد اتصل بيهم اسمه سليد وانه متهم في جريمه قتل وعايزنا ندافع عنه. فوجي رد وقال له بس انا رفضت العرض عشان لما قريت تقرير الشرطه كنت مقتنع انه مجرم فعلا. اوعى تكون متضايق يا صاحبي. مات رد عليه وقال له متضايق؟ لا ما تقلقش يا سيدي انا مش متضايق. وفي سره قال ايا كان المكان اللي انت فيه دلوقتي يا بابا اتمنى انك تكون مرتاح. وبكده نكون وصلنا لنهايه العدد الاول. اتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم. ولو حد عنده تعليق او تعديل على اللي قلته هسيب لكم الكومنتات مفتوحه.